اهلا يا شيخ حسن. اهلا 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 بيكي. السلام عليكم عم حسنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسن. أراك متقمش جديد في جديد، حتى الحذاء جديد. ربنا يخليه، ما بتخليناش عايزين حاجة. هي فين؟ أنا زعلان منها. لازم تقصدني. هي أمال إيه؟ وانا اقدر على زعلك انت بالذات يا شيخ حسن. أنت عارفة إن بيتي والكتاب زائد 3 قراريط كمان على المصرف، وأنت والعجاز نازلين شيرة، واستنى إنك تبعتيلي عشان تاخديهم؟ أبدا. هتبيع بيتك والكتاب ازاي يا شيخ حسن؟ ما أنا هاخد الفلوس وعندي حتة أرض تانية شرق العزبة، أبني بيت صغير وأعمل الكتاب. بيقولوا إنكم بتدفعوا كويس أوي في الأرض دي. لا تبيع ارضك ولا تبيع بيتك ولا تبيع الكتاب يا شيخ حسن. ليه؟ من غير ليه. اشمعنى أنا يعني؟ اسمع كلامي، اوعى تبيع. اما امرك عجيب يا زاهي، بقى انا جاي لك انت وجايب لك الحجه معايا، وما رضيتش اروح للعجاز، لان مهما كان انت برضه هتراعيني. فين الحجه؟ اهي. الحجه دي هتفضل معايا عشان ما تعرفش تبيع. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، احتفظ بارضك وببيتك وبكتابك. الله، طب افهم. من غير ما تفهم بعدين هبقى اقول لك. انا محتاج لفلوس يا زاهي. اسلفك يا شيخ حسن، بس اوعى تبيع ارضك دي. وانا ايه اللي يخليني استلف وانا عندي ارض مطلوبه للبيع؟ اسمع